دكتور، اتفضل. المياه البيضاء أشهر مرض في الوطن العربي، ممكن نعرف إيه هو المياه البيضاء الأول؟ المياه البيضاء أو الكتراكت هي عتامة بتصيب عدسة العين الطبيعية الشفافة، وده بيكون نتيجة لتراكم البروتينات في العدسة، فبيؤدي لتشوش وضعف في الرؤية. طب ممكن نعرف إيه هي أسباب المياه البيضاء؟ طبعا أهم الأسباب اللي هو التقدم في العمر، نتيجة زي ما قلنا لترسبات البروتين اللي بتحصل في العدسة، في الجانب الوراثي، في بعض الأمراض المزمنة زي السكري، في بعض الإصابات اللي بتحصل في العين ممكن تؤدي للكتراك. برضو الأشخاص اللي بيستخدموا الأدوية زي الكورتيزون على المدى الطويل للأسف برضو ممكن يعمل المياه البيضاء. في بعض العوامل زي التدخين، والأشخاص اللي بيتعرضوا لأشعة الشمس لمسافات طويلة عرضة أكثر للمياه البيضاء. إيه هي أعراض المياه البيضاء يا دكتور؟ الأعراض أول شيء الرؤية بتكون فيها ضبابية والتشوش، بتكون في صعوبة في الرؤية بالليل بالذات للقيادة والقراءة. الشخص بيعاني من حساسية للضوء، والألوان بتصبح باهتة شوية أكثر من أول. كان انتشر من فترة يا دكتور إن في قطرة بتعالج المياه البيضاء، هل ده صحيح؟ لا طبعا، هو ده شيء خاطئ. العلاج الوحيد للمياه البيضاء بيتم عن طريق الجراحة بإزالة العدسة المحتمى واستبدالها بعدسة صناعية شفافة. طب يا دكتور، هل لازم المياه البيضاء توصل لمراحل متقدمة عشان نقدر نعمل عملية؟ لا، أول ما يتم تشخيص الحالة ممكن على طول نعمل العملية، أو لو الشخص حس إنه بقى في ضعف في الرؤية مؤثر على نشاطاته اليومية تتعمل العملية.